رجال بزي موحد يتواجدون في قلب القطاع، ينظمون عودة الفلسطينيين إلى مناطقهم. يتحدثون بلهجة مصرية واضحة، ويتعاملون بلطف مع الأهالي، ويمازحون الأطفال في مشاهد أثارت الإعجاب. اتفقنا؟ ماشي. وانت تيجي معاه؟ وانت تيجي معاه؟ مش احنا اخواتكم؟ بس خلاص هنجيب عساكر. فمن هؤلاء؟ وماذا يفعلون هنا؟ إنهم أفراد اللجنة القطرية المصرية، ويبدو أنهم رجال أمن مدربون، دورهم منصوص عليه ضمن اتفاق التهدئة في القطاع، حيث يشرفون على تنظيم عودة النازحين، وكان وجودهم ضروريا، خاصة أن وجود جيش الاحتلال أو قوات دولية كان مرفوضا. وجود قوات عربية هنا يمنح الفلسطينيين شعورا بالراحة والأمان، ويخفف من معاناة النازحين العائدين. يرجح البعض أن من بين هؤلاء ضباط القوات الخاصة للمخابرات العامة المصرية المعروفة بقوات GIS، اختصارا لعبارة General Intelligence Security. وقد سبق أن ظهرت هذه القوات خلال زيارة رئيس المخابرات المصرية السابق عباس كامل إلى القطاع، وهي قوات نخبوية تتولى مهام عديدة، مثل تأمين الشخصيات الهامة واستلام العناصر المطلوبة والقيام بالعمليات الأمنية الكبرى. لا يستبعد كثيرون وجود هذه القوات في القطاع حاليا، فالمخابرات المصرية طرف رئيسي في مفاوضات التهدئة، ولعبت الدور الأكبر في إتمام الصفقة الحالية، وكان هؤلاء الرجال جزءا من مشهد العودة العظيمة لأهالي القطاع إلى مناطقهم في الشمال. بأمر من الله ستبقى مصر بشبابها عصية على الانكسار، ستبقى مصر بأبنائها صخرة تتحطم عليها أطماع الطامعين، يا صخرة في صميم الشرق واقفة، كم حاولوا كسرها دوما وما عرفوا. اسم على الكسر يستعصي، فما قبلت خفضا ولا هي في الإعراب تنصب.